يتوفر المغرب بلاد التنوعات الجغرافية والمناخية على شريط ساحلي طوله 3446 كيلومتر، ومنفتح على بحرين: البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. تحتل الجبال 15% من مجموع التراب الوطني، متكونة من سلسلة الريف وسلسلة الأطلس. أما الصحراء فتمتد على 65% من مساحة المملكة، وتضم 44 ألف هكتار من الواحات، بينما تغطي الغابات 12% من المساحة الإجمالية. وتتميز هذه المجالات باحتوائها إحدى أغنى التنوعات الإحيائية بالحوض المتوسطي. أما فيما يخص التوزيع السكاني والأنشطة الاقتصادية، فالساحل يستقطب 62% من الساكنة الحضرية، ويحتضن 80% من الأنشطة الصناعية، وتتواجد به 35% من القدرة السياحية. أما المنطقة الجبلية فتتمركز بها نسبة 35% من الساكنة القروية. ويتوفر المغرب على 9 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، منها 16% مسقية، وحوالي 21 مليون هكتار من أراضي الرعي. إن الضغوطات الناتجة عن التزايد الديمغرافي المضطرد والتوسع العمراني والحاجيات التي أفرزها التطور الاقتصادي مقرونة بآثار التغيرات المناخية وبندرة الموارد الطبيعية وضعفها، أدت إلى إحداث تدهور في المجال الطبيعي وإلحاق الأضرار بصحة ومستوى عيش السكان. وتقدر كلفة هذا التدهور بحوالي 13 مليار من الدرهم سنوياً، ما يمثل 3.7% من الناتج الداخلي الخام. تتميز الموارد المائية ببلادنا بمحدوديتها وندرتها بسبب الظروف المناخية والتساقطات المتقلبة، وبرغم هذه الندرة فإن الطلب عليها ما فتأ يزداد إثر تحسن ظروف عيش السكان وتطور الحاصل في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة. إن الأنظمة الساحلية مهددة بالتلوث الناتج عن المقذوفات المنزلية والصناعية غير المعالجة، وعن قوة الكثافة السكانية على الشريط الساحلي، وكذا الأنشطة السياحية التي يجب ترشيدها. وترسح الجبال والغابات المغربية تحت وطأة الاستغلال المفرط والرعي الجائر والتعرية، كما أن ظاهرة زحف الرمال والتصحر نحو الشمال تعرف تزايداً مستمراً. أما التربة فإنها تتعرض للتدهور نتيجة تعاقب عدة عوامل، منها ظاهرة الملوحة والتعرية وزحف العمران والتلوث الكيميائي الناتج عن الاستعمال غير الرشيد للأسمدة والمبيدات. يعرف التلوث المرتبط بمختلف الأنشطة البشرية تزايداً مستمراً: تلوث الهواء بالمدن الكبرى والأحياء الصناعية، تلوث المياه نتيجة المخلفات المنزلية والصناعية التي يتم طرحها دون معالجة مسبقة في الأنهار والساحل أو عبر تسربها للفرشاة المائية، التلوث الناتج عن النفايات الصلبة خاصة المنزلية، حيث يتم إنتاج يومياً ما يناهز 18,000 طن، منها 10% فقط يعاد تدويرها، و25% يتم وضعها بالمطارح المراقبة. كما أن النفايات الطبية والصناعية تشكل مخاطر صحية كبيرة على الساكنة. إذا كان التنوع الإحيائي الوطني يتميز بتنوعه وغناه، حيث يتوفر على ما يناهز 24,000 نوع من الحيوانات و7,000 نوع من النباتات، فإنه يتعرض لضغوطات متزايدة نتيجة لعوامل طبيعية وسوسيو اقتصادية. وحسب الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، فإن 23% من أنواع النباتات و2.5% من الحيوانات مهددة بالانقراض. لقد تبنى المغرب سياسة جديدة لترشيد تدبير الموارد الطبيعية والأوساط البيئية، وهو يندرج بذلك ضمن الاستراتيجيات العالمية الكبرى، ويعمل جاهدا على ترجمتها على الصعيد الوطني، آخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية. ففيما يخص الإطار التشريعي والتنظيمي، فقد تمت المصادقة على العديد من القوانين البيئية، نخص بالذكر منها قانون خاص بحماية وتثمين البيئة، قانون دراسات التأثير على البيئة، قانون مكافحة تلوث الهواء، وقانون تدبير النفايات الصلبة والتخلص منها. وتم إعداد مشاريع قوانين حول الساحل وحماية التربة، كما عمد على تطوير الآليات المالية والتحفيزية والتكنولوجيات التي تساهم في مكافحة التلوث وتحقيق التأهيل البيئي للمقاولات المغربية من أجل رفع وتحسين قدرتها التنافسية في ظل تحديات العولمة.
كصندوق مكافحة التلوث الصناعي، الصندوق الوطني للبيئة، وآلية التنمية النظيفة، وقام بإحداث المرصد الوطني للبيئة والمراصد الجهوية للبيئة. وينفذ برامج بيئية محلية لتعزيز سياسة القرب التي ينهجها من أجل تحسين إطار عيش السكان، على سبيل المثال المخطط الوطني لتطهير السائل الذي يهدف إلى تعميم محطات معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة الذي يهدف إلى تحسين عملية جمع النفايات وإحداث مطارح مراقبة وإعادة تأهيل المطارح الموجودة. ويعمل على تشجيع تحسين وسائل وظروف التنقل خصوصاً بالمناطق الحضرية، وتعميم الوقود الأنظف، وتعزيز النقل العمومي النظيف كالترام مثلاً، وتطوير مراقبة الانبعاثات الغازية لعوادم السيارات، وتتبع مستوى تلوث الهواء. وشرع في تنفيذ برنامج عمل وطني للحماية والاستعمال المستديم للتنوع البيولوجي عبر إعادة وتوسيع الأنظمة الإيكولوجية بمختلف جهات المملكة، وذلك بتعزيز شبكة 10 منتزهات وطنية و164 موقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية. وينجز برنامجاً لحماية المناطق الرطبة يهم 20 بحيرة طبيعية وجميع بحيرات السدود ومصبات الأنهار والوديان والبحيرات والمستنقعات والمناطق الساحلية التي تعد ملاذاً للعديد من الحيوانات البرية خاصة الطيور المهاجرة. كما يقوم بإعداد مخطط لحماية وتأهيل الغابات الحضرية والمجالات الترفيهية. ولكن كل هذه الجهود في مجال المحافظة على البيئة وحسن تدبير وترشيد استغلال الموارد الطبيعية لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال شراكات مع مختلف الهيئات المعنية، وبالخصوص مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تنفذ برامج طموحة للتربية البيئية ولتعبئة كل الفاعلين لصالح البيئة، وأيضاً مع الجماعات المحلية. وتشكل اتفاقيات الشراكة الموقعة يوم 14 أبريل 2009 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الجهات لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاعي الماء والبيئة مرحلة مهمة في تفعيل الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال. إن تطوير الثقافة البيئية من خلال التوعية والتربية وتعبئة الرأي العام حول هذه القضايا وخاصة فئة الشباب لهي الضمان لتغيير السلوك اليومي تجاه البيئة. وإن برنامج التأهيل البيئي للمدارس الذي يهدف إلى خلق إطار وظروف ملائمة للتربية والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية يعد لبنة أخرى تنضاف إلى عملية التربية والتوعية لتحسين التعامل مع مختلف المكونات البيئية. وعلينا نحن جميعا اليوم كبارا وصغارا أن نكون في مستوى رهانات الغد.